مريان، عرفينا بنفسك. أنا اسمي مريان، عندي 20 سنة، في سنة 4 كمبيوتر ساينس. لو حبيتي انك تعبري عن حياتك قبل ما يحصل تغيير كبير فيها. أنا كانت حياتي تقليدية جدا. عشت عمري كله اللي هو كنت معتقدة ان ربنا ده حاجة بعيدة قوي، لازم اعمل حاجات كتيرة قوي علشان اعرف ارضيه. كنت بصلي اللي هو صلاة عادية خالص، وبتناول وبعترف كل حاجة كنت بعملها. بس انا كان اعتقادي ان انا المفروض ان انا بعمل كده من خوف من ربنا. وانا كنت بشوف في الانجيل ان الانسان لو خطأ يعني عمل حاجة صغيرة هيدخل برضو، مش هيدخل السما. فلو وصلت لمرحلة طب انا مش داخلة السما، خلاص عايش حياتي بقى. ارتبطت بشخصي انا بحبه وهو كمان بيحبني، فالدنيا كانت جميلة. كنت فاكرة ان هي دي السعادة، خلاص انا مش عايزة حاجة تانية من الدنيا، لغاية لما اتصدمت في يوم كنت اتوجه لي ظلم رهيب جدا. ما كانش هممني ان انا انفصلت عن الشخص ده، كان كل اللي هممني انت ازاي يا رب سمحت بكده. وصلت لمرحله انا قلت له انت مش موجود اساسا، انت لو موجود ما كنتش تسمح ان يحصل لي كذا، انت لو موجود انت فين اساسا؟ انت ما دام ما انت اله حي، انا مش بشوفك ليه؟ مش بسمعك ليه ما انا عشت حياتي كلها وما شفتش حاجه حلوه، ويوم ما حسيت بحاجه حلوه انت خدتها مني. فقررت اليوم ده ان انا انزل. فعلا نزلت، ما اعرفش رجلي راحت على الكنيسه. اتشدني شويه الكلام اللي كان في الاجتماع والتسبيح، كان شددني جدا. كنت اول مره اسمع كلام من ده، اول مره اعرف الحاجات دي كلها. روحت اللي هو قلت له هو انت فعلا بتتكلم؟ طب هو انت فعلا موجود؟ طب هو انا فكرتي عنك هي اللي غلط ولا انت اللي غلط، ولا في حاجه مش صح في الموضوع؟ الانجيل بيقول ان انت المفروض ان انت تكون موجود معانا وانت بتتكلم معانا وانت مش هتسيبنا. انا مش حاسه بكده. اللي بيحصل لهم كده دول ناس بيسيبوا العالم بقى وبيبقوا قديسين وعلاقتهم قويه قوي بيك، عقبال ما انت ممكن تتكلم معاهم. بس انت ممكن تتكلم معانا، انت ممكن توصل للمرحله وتنزل للدرجه دي. لغايه لما في مره رحت له اشتكيت له بقى بكل حاجه. قلت له بص، انا من جوايا احساس بيقول ان انت موجود، جوايا احساس بيقول ان انت عايش، جوايا احساس ان انت بتقول انت ممكن ترد عليا. بس انا جوايا خطايا، انا ما ينفعش اتكلم معاك غير لما اعترف لك بكل الخطايا دي. انا ما اقدرش اعترفها بحد غيرك. اعترف بكل حاجه عملتها زمان. الغريب ان انا كنت كل ما اعترف كنت بحس بسلام، كل ما اعترف احس بسلام اكتر، احس ان في حاجه بتتشال مني. انا فتحت الانجيل لقيت كان على الايه دي اللي هو معقول اللي هو انا ماحي كل ذنوب وخطاياكم قعدت اذكرها. فاللي هو كنت حاسه انا كنت بعترف وكنت بحس بسلام. فاللي هو انا من جوايا عارفه ان ربنا بيغفر لي، بس في حاجه بتقول لي لا، مش معقول تغفر لك 20 سنه فاتت في لحظه ازاي؟ مش مصدقه يعني. فعلا حسيت بسلام جامد قوي. اليوم ده رحت قلت له طب انا جوايا في قلبي كميه جروح فظيعه، حاسه بظلم وحاسه اني ظلمت، حاسه ان انا مجروحه، حاسه ان انا تعبانه قوي، حاسه ان انا برضو مش يعني ابتديت احبك بس مش هو ده الحب اكيد اللي انت تستاهله. انا عايزاك ان انت تاخد قلبي ده وتديني حاجه جديده، عايزه قلب جديد. وكان اكتر حاجه بسطاني ان هو قابلني زي ما انا، يعني انا ما حاولتش الاول ان انا اغير من نفسي بعد كده اروح لربنا، لا انا زي ما انا رحت له وهو قابلني زي ما انا بكل اللي انا كنت فيه. اصحابك شافوا ايه فرق؟ انت حسيتي بايه تغيير مش بس في مشاعرك؟ انا اصحابي افتكروا ان انا خلاص اتجننت. اللي انا بقى كنت حاسه بكميه جوع وعطش للشخص اللي هو عمل فيا كده. كنت نفسي اعرفه كويس قوي. كنت حاسه ان انا كنت اعرفه الاول ده اكيد مش هو الحلو اللي انا شايفاه دلوقتي، اكيد مش هو اللي عمل فيا التغيير ده كله. وانا بسمع عن المسيح كنت حاسه ان انا اول مره اسمع عنه. كان في يوم كان بيتحكى فيه عن الصلب، كنت حاسه ان انا اول مره في حياتي اعرف ان المسيح اتصلب علشاني. كنت بعيط بطريقه فظيعه ان معقول انت اتصلبت، معقول انا تمنك انت، معقول انا غاليه عندك قوي للدرجه دي. انا كنت عارفه ان انا غاليه عنده، احنا كلنا غاليين ان هو دفع ثمننا، بس انا تمن المسيح، انا معقول انا غاليه قوي كده. ابتدت كل حاجه في حياتي تتغير. ابتديت ابص للدنيا، الدنيا دي كلها بالنسبه لي بقت صغيره قوي قوي قوي، ما بقتش مهتميه بيها فعلا. جربتي السعاده اللي بيقدمها العالم، وجربتي النهارده انك تعيشي مع ربنا بحق وحقيقي. لما تقارني الاثنين تقولي ايه؟ اللي انا عايزه اقوله ان الحياه مع ربنا فعلا اروع بكتير جدا من الحياه مع العالم. يا ريت كل واحد يحسبها صح. انت هتعيش في الحياه مبسوط جدا مع الرب، في نفس الوقت هتعيش في السما برضو معاه. الحياه مع ربنا اروع بكتير قوي.